السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، رجعت لكم النهاردة في حلقة جديدة. قبل ما نبدأ عايز منكم كلكم تدعوا لي دعوة حلوة كده بالشفاء، واللي لسه ما اشتركش في القناة يتفضل يشرفني بالاشتراك. خليك معايا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن يونت 3 خلاص، اللي هي الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة بتتكلم معايا عن قاعدة مهمة جدا، وهي زمن الماضي البسيط. زمن الماضي الايه؟ البسيط، اللي هو طبعا past simple اللي هو الماضي البسيط. الماضي الايه؟ البسيط. زمن الماضي البسيط من الازمنه المهمه جدا. خليك معايا، يلا بينا نشوف بنستخدمه ازاي وبنشتغل معاه ازاي. اول حاجه عندي في زمن الماضي البسيط هي التكوين. تكوين الايه؟ تكوين الجمله. تكوين الجمله يا مستر بيبقى عامل ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. بنحط طبعا الفاعل، ثم الفعل اللي هو المنتظم بنضيف له اي دي، وبالنسبه للفعل الايه اللي هو الغير منتظم بناخد منه التصريف الثاني. زي مثلا كلمه play نضيف لها اي دي تبقى played، تبقى ايه؟ تبقى played، يلعب لعبه. خلاص. التصريف الثاني زي سي سو. طبعا في افعال كتير جدا عندكم في الكتب الخارجيه، اي كان كتاب انت شغال منه بيبقى مديك تصريفات الايه؟ الافعال. المقصود الفعل المنتظم بنضيف له اي دي، والفعل الشاذ بناخد منه التصريف الثاني. طيب جميل. طب ايه تاني حاجه يا مستر عندي؟ تاني حاجه ازاي بنفي الايه؟ ازاي بنفي جمله الماضي البسيط؟ طبعا الفاعل ده بينزل زي ما هو، زي ما احنا عاملين كده، وبنفيه بكلمه didn't زائد المصدر. يبقى didn't بيجي بعد منها الايه؟ المصدر. خليك عارف دي كويس، didn't دايما بيجي بعد منها المصدر. طب يا مستر في قاعده بتقول، بصوا عايزك تعرف ان don't، انا عايزك تعرف ان don't و doesn't و didn't، اعرف بقى، افهم الحاجات دي كلها تربطها ببعضها. دول دايما بيجي بعد منهم المصدر. يبقى الثلاثه دول اللي هو نفي الازمنه البسيطه، سواء كان ماضي بسيط او مضارع بسيط، بيجي دايما بعد منهم الايه؟ المصدر. يبقى انا عندي didn't بيجي بعد منها المصدر. طب يا مستر بكون سؤال بهل ازاي؟ عايز اقول هل فعل كذا، هل فعل كذا، بقول did ثم الفاعل ثم المصدر. يبقى انا عندي don't و doesn't و didn't، وبرده do و does و did. دول كده دايما بيجي بعد منهم الايه؟ المصدر. خليك عارف الحته دي، تمام؟ يبقى دي فاعل زائد المصدر زائد طبعا الايه؟ التكمله. طيب بكون سؤال بهل ازاي؟ بكون سؤال بهل بطريقه بسيطه جدا، ان انا طبعا بحط الدبليو اتش وورد اللي هي زي الكلمات زي وات، الكلمات اللي بتبدا بدبليو اتش، وات ووير ووين، خلاص، وهو وهلم جرى. كل الكلمات اللي بتبدا بالدبليو اتش، تمام، بنحطها في الاول، ثم بنحط الفعل المساعد did، ثم الفاعل ثم المصدر. انا عايزك تلاحظ انهم كلهم مصدر ايه؟ مصدر. طب جميل. انا عندي، طب يا مستر انا هعرف ان الجمله بتاعتي ماضي بسيط مصدر اي دي تصريف تاني، نفي didn't زائد المصدر. سؤال بهل did فاعل مصدر، او اللي هي كلمه الاستفهام did فاعل مصدر. ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الكلمات الداله. الكلمات الداله بتاعتنا بسيطه جدا، اللي هم yesterday طبعا معناها بالعربي امس، معناها بالعربي ايه؟ امس. اجو معناها منذ، لما نقوله مثلا منذ ساعتين، منذ 3 ساعات. لاست معناها الماضي، طبعا لاست ويك، لاست مانث، لاست يير. سنه ماضيه بقى ديت زي مثلا ايه؟ لما نقوله مثلا 2007، خلاص، 2007. in the past طبعا دي معناها في الماضي، في الايه؟ في الماضي. لحظه واحده كده خليك معايا. اكون جمل ازاي يا مستر؟ هنا لو جيت هنا هو قلت لك مثلا ايه؟ خليك معايا، الموضوع بسيط جدا. عايز اقول مثلا ايه؟ عايز اقول انا ذهبت الى السينما امس. انا ذهبت الى السينما امس، يعني انا رحت السينما امبارح. اقولها ازاي يا مستر؟ ببساطه، بكل بساطه، انا معناها I ده الفاعل، ذهب في الماضي جو، طبعا الماضي منها went، الى السينما to، السينما طبعا ذا السينما، I went to the cinema. امس طبعا لسه واخدينها هي اللي هي يستر ايه؟ يستر داي. طب يا مستر اختصر لنا زمن الماضي البسيط ده بطريقه بسيطه. لو انا قلت لك past simple التكوين، هترد تقول لي مصدر اي دي تصريف تاني
يبقى past simple التكوين مصدر اي تصريف تاني. لما اقول لك ايه الكلمات الداله تقول لي yesterday ago last سنه ماضيه in the past. يبقى خدها كده تاني past simple التكوين مصدر اي تصريف تاني. الكلمات الداله yesterday ago last سنه ماضيه in the past. يبقى ده كده الايه الزمن بتاعي. يبقى انا هنا كونت ايه؟ كونت جمله. طيب عايز انفي الجمله دي، يعني معلش بقى ايه هنمسح بقى الحاجات دي خلاص. انا عايز انفي الجمله دي يا مستر، انفيها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. النفي احنا قلنا الفاعل بينزل تبقى اي، ها بننفي بنقوله didn't، يبقى هنا هنقوله I didn't. I ايه؟ I didn't زائد المصدر من كلمه went اللي هو اصلها go، ما هي go went التصريف الثالث منها gone. التصريف الثالث منها ايه؟ gone. هناخده لما ناخد ايه المضارع التام، يبقى هنرد went دي لاصلها I didn't go to the cinema yesterday. ده في حاله النفي. طب يا مستر عايز اكون سؤال بهل. السؤال بهل بسيط جدا. نشيل بقى بتاعت النفي ديت. السؤال بهل هنا بسيط جدا. قلنا ان احنا بنبدا بديد، ادي كلمه ديد اهي، ثم الفاعل والتكمله. ها معروف عندي ان اي بتتحول يا حبايبي الى ايه؟ الى يو. خلي بالك من دي، تبقى ديد اي هتتحول الى ديد يو، هتبقى ديد ايه؟ ديد يو. نرد دي لاصلها اللي احنا كنا لسه كاتبينه من شويه اللي هي ديد يو جو، ونكمل باقي الكلام بالشكل ده. نكمل باقي الكلام بالايه؟ بالشكل ده. طيب يا مستر في حاجه، انا عندي ديد فاعل مصدر، دي اجاوب عليها ازاي؟ ممكن تقول يس وتنزل الفاعل وتحول المصدر ده الى اي دي او تصريف تاني، او تصريف ايه؟ ثاني، والتكمله ونقطه. ده في حاله السؤال انك تجاوب اجابه طويله، اجابه كامله. او تقول نو وتنزل الفاعل وتقول didn't زائد المصدر. didn't زائد الايه؟ didn't زائد المصدر وتكمل وعلامه الاستفهام. ده كده في حاله الاجابه الطويله. يبقى بتكون جمله عاديه خالص بعد يس وبعد نو. بعد يس جمله مثبته وبعد نو جمله منفيه. اعرفها كده، يس بيجي بعد منها جمله كامله مثبته، او نو بيجي بعد منها جمله ايه؟ جمله طبعا ايه؟ منفيه. طب يا مستر دي اجابه كامله، طب اجاوب ازاي اجابه مختصره؟ يبقى يس فاعل ديد، نو فاعل didn't. نو فاعل ايه؟ didn't. ده بالنسبه لحته الايه؟ حته النفي. ده بالنسبه لحته الايه؟ النفي. طب لو اداني يا مستر سؤال تاني زي كده، اداني الجمله دي I went to the cinema yesterday وقال لي كون سؤال. قال لي هنا كون ايه؟ كون سؤال. قال لي I went to the cinema yesterday، انا رحت السينما امبارح، وقال لي كون سؤال. هتقول لي متى انت ذهبت الى السينما؟ متى لسه واخدينها اهي اللي هي كلمه when، يبقى هنحط كلمه when كده في الاول. ادي when خلاص. طيب احنا قلنا بنحط كلمه الاستفهام اللي هي WH word ثم كلمه ايه؟ did. يبقى هنا هنقول when did. when ايه؟ did. I تحول الى يو. نرد وانت الى اصلها اللي هي جو، ونطلع طبعا ايه؟ كلمه to the cinema دي تبقى فوق، والاجابه هي كلمه yesterday. مفيش اجابه بتطلع في السؤال. ده بالنسبه لشرح زمن الماضي البسيط. يبقى انا لما اقول لك past simple التكوين ترد تقول لي مصدر اي دي تصريف تاني. الكلمات الداله yesterday ago last سنه ماضيه in the past. طب يا مستر جميل، انا لو لقيت في الجمله بتاعت yesterday ago last سنه ماضيه in the past اللي انا مسحتها، الفعل بتاعي في الجمله المثبته مصدر اي دي تصريف تاني. في النفي didn't زائد المصدر. didn't زائد الايه؟ المصدر. طب في السؤال بهل did فاعل مصدر. طب في كلمة استفهام، في حالة ان انا هسأل سؤال بكلمة استفهام هنقوله كلمة الاستفهام ديد فاعل مصدر. طيب جميل، يلا بينا كده يا مستر نحل مجموعة الأسئلة اللي موجودة معايا دلوقتي. يلا بينا. السؤال الأول هنا بيقول لي هي نقط تو لوكسور لاست ويك. ها أنا قلت لما ألاقي كلمة دالة زي كلمة لاست، ها أنا أهوت يا جماعة لاست يبقى على طول مصدر اي دي تصريف تاني. مش احنا قلنا باست سيمبل التكوين؟ ها ترد تقول لي مصدر اي دي تصريف تاني. الكلمات الداله يسترداي اجو لاست سنه ماضيه ان ذا باست. ادي كلمه لاست، يبقى انا على طول اخد الفعل اللي فيه اي دي. ترافل، ترافلز، ترافلد، ويل ترافل. ايوه الاجابه هتبقى ترافلد. الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ ترافلد، يعني هو سافر الى الاقصر الاسبوع الماضي. الجمله الثانيه بتقول زي نقط attend the party yesterday. عايز اقول هم ما حضروش الحفله امبارح. في هنا كلمه يستر ايه؟ يسترداي. احنا قلنا لما نلاقي كلمه يسترداي في حاله النفي بناخد ايه؟ didn't زائد المصدر. اهو طبعا doesn't غلط لانها مضارع، aren't طبعا غلط، weren't غلط. طب هتقول لي يا مستر زي بتاخد ار وبتاخد وير، بس انا عندي am is are was were دايما بيجي بعد منهم ing، وانا عندي هنا مصدر attend، يبقى دول الاثنين غلط. وdoesn't طبعا ما بتجيش مع الجمع، يبقى الاجابه بتاعتي هي ايه؟ didn't عشان كلمه yesterday. طيب هنا بيقول لي how not go to the book fair. book fair دي معناها معرض الكتاب، معناها معرض
الكتاب. معناها معرض الايه؟ الكتاب، من اجمل الاماكن اللي الواحد كان بيروحها ايام الايه؟ الجامعه. دلوقتي احنا بعيد طبعا عن ايه؟ عن اسكندريه والقاهره، فالموضوع صعب علينا ان احنا ايه؟ نروح ونحضر بسبب الشغل يعني. How not go to the book fair. عايز اقول كيف هي تذهب او كيف هي ذهبت الى معرض الكتاب. طبعا الرد على طول بيكون بايه؟ بوسيله مواصلات على هاو. يبقى هاو ايه؟ did she ولا she did ولا is she ولا was she؟ مبدئيا احنا اتفقنا مع بعض ثواني كده. احنا اتفقنا يا حبايبي ان am وis وار وwas وwere دول كده بيجي بعد منهم ing. بيجي بعد منهم ايه؟ ing. طب حلو، انا عندي جو دي فيها ing؟ لا ما فيهاش. يبقى انا عندي is غلط وwas غلط. اتعلم تطير الغلط، طير الغلط، طيره. خلاص؟ يبقى هنا هنقول ايه؟ ها طيب هنا يا مستر did she وشي did. طب انا عندي كلمه الاستفهام لما بحطها في الاول زي كده، ادي كلمه الاستفهام بيجي بعد منها ايه؟ did فاعل. مفيش حاجه اسمها فاعل did، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى did she، هتبقى did ايه؟ did she. طيب هنا بيقول لي صحح. طبعا هو هيجيب لك الكلمه دي بين قوسين ويقول لك ايه؟ صححها في النقط. خلاص انا حاطط تحت منها خط عشان المكان ايه؟ مش كبير. He is playing a good role in the last series. كلمه series دي معناها مسلسل. كلمة سيريز دي هنا is playing دي غلط. حد هيقول لي يا مستر انا عندي هنا كلمة ايه؟ last اللي هي الكلمة الجميلة دي، يبقى على طول ناخد ايه؟ مصدر اي دي او تصريف تاني. يبقى انا عندي is هتتشال والاي ان جي هتنشال وهنضيف ايه؟ اي دي. يبقى he played a good role in his last series. خلاص لعب دور مهم جدا في مسلسله الاخير. هنا بيقول لي was Mona help the poor man 2 hours ago. مديني كلمه ago الجميله دي، هي الجميله دي. خلاص طيب في حاله ان انا يديني ago وفي علامه استفهام يبقى انا عايز يا اما سؤال بهل يا اما سؤال بكلمه استفهام. هنا مفيش كلمه استفهام يبقى انا عايز هل. ago دل على الماضي البسيط، ما تبقاش was دي، هتبقى على طول did، هتبقى على طول ايه؟ did. طيب بيقول لي in 2019 في سنة 2019. سنة 2019 دي سنة ايه؟ ماضية. والسنين الماضية دايما قلنا بيجي معاها مصدر اي دي تصريف تاني، دي انت زاد المصدر، دي فاعل مصدر، WH word دي فاعل مصدر. يبقى هنا هنقوله ايه؟ where. حتى هو هنا مديني كلمة بادئة بالWH يعني كلمة استفهام، يبقى انا هطبق ده. تبقى وير ايه؟ طالما كلمة استفهام، طالما دي كلمة سنة ماضية يبقى انا عندي هنقول وير ايه؟ وير ديد. هتبقى وير ايه؟ did you live. أين كنت تعيش أو أنت كنت عايش فين في سنة 2019. ده شرح بسيط سريع لزمن الماضي البسيط. في جزئية تانية ازاي نقول ولد. في بعض الكتب شرح موضوع ولد ده على اساس ان هو الباسف كامل وايه اللي هو المبني للمجهول كامل. فاحنا ولد ديت بنقوله ايه؟ ولد بنقوله ثواني نكتبها باللون الاحمر. خلاص ولد بنقوله ايه؟ بنقوله فاعل طبعا was أو were born. طبعا in ممكن نقوله سنة أو in مكان. طب يا مستر أعرف إزاي هستخدم was ولا were؟ أنا عندي يا حبايبي كلمة was دي بيجي معاها كل المفرد، بيجي معاها الإيه المفرد، يعني he وشي وات وآي وأي اسم مفرد وأي اسم إيه مفرد. إنما كلمة were بيجي معاها الجمع، بيجي معاها الإيه الجمع اللي هو you we they. على سبيل المثال عايزك تقول مثلا انا ولدت في القاهره. انا ولدت في القاهره هنقوله انا يعني ايه؟ اي. ولد اي بتاخد ايه؟ قلنا بتاخد ووز، يبقى اي ووز. ولد اللي هي بورن، اي ووز بورن ان المكان ان كايرو. ان ايه؟ ان كايرو. ما فيهاش مشكله. طيب عايز اقول هم ولدوا في الاسكندريه. هم يعني ايه؟ they. ادي they. ولدوا اللي هي were born. were ايه؟ were born. خلينا بقى في سنه. عايز اقول هم مولودين في سنه مثلا ايه؟ 1970 او 1973 سنه النصر. كل سنه وانتم طيبين. يبقى 1973. خلاص they were born in 1973. دي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم. إن شاء الله بإذن الله مش هتأخر عليكم تاني وهنزل الفيديوهات بشكل متتابع. ادعوا لي بس لأن أنا بمر بخبطات صحية يعني
يعني فتره القلب وفتره الاعصاب وفتره دلوقتي عمليه في رقبتي موجوده اهيت، عشان بس الناس اللي مش مصدقاني. تمام. ادعوا لي، واللي ما اشتركش في القناه اتفضل اشترك يشرفني. كان معكم مستر حمد الحارس. السلام عليكم ورحمه الله.